السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصحيح الساعات. فطبعا قلنا الساعة الأوميجا ديت احنا فكيناها، وحبيت أوريكم حاجة تحت الدايل بتاعها وأفكركم بيها الساعة طبعا، اللي هي كانت الدايل بتاعها دوت المينا بتاعي اللي هو في حتت نحاس وبورسلين، النحاس أهو زي ما أنت شايفه، والبورسلين أهو، ودوت هنحاول نكملها ونعملها حلقة بحيث نرجعها سليمة بدل ما يبقى فيها الكسور دي بمادة معينة كده هنقول لكم عليها، ممكن تصنعها في البيت مفيهاش أي مشكلة. عايزين نتكلم بالمرة كده أهو على الكيل سيستم اللي هو مفتاح الساعة زي ما أنت شايف. طبعا دي عايزة تزييد فتلاقيها تقيلة، شوف تقيلة. أول حاجة يا جماعة دوت زي ما قلنا كراون، ده المسمار بتاع الساعة. هنا في جروف تحت، هنا في جروف صغير قوي أهو، هو ده بينزل فيه عمود صغير من الحتة ديت من الليفر دوت اللي هو موجود هنا، بينزل حتة يمسك فيه بحيث ان هو لما تيجي تشد دي كده اهو، شوف هنا في فراغ اهو، وانت هتشوف في فراغ اهو، شد كده اهي، تشدها معاه، يبقى انا بشد مع الليفر اهو، هتفتح هنا وده، هنا في حتة نازلة لتحت، وبعد كده ده بيفصل ده، فيقدر ده يظبط الايه الساعة زي ما انت شايف، يظبط الساعة العقارب اللي هي ديت عند ترس الغرف كده، وعند التروس بتاعت الدقايق وده ترس النقل اللي موجود هنا. بص، لكن لما ندخله لجوه كلها يا جماعة سوست، يعني موزونة جدا. هنا هتلاقي فيه سوستة اهي اهو، السوستة مثلا زي ما انت شايفة اللي هي السوستة دي دايرة كده، حاجات جميلة يا جماعة، صناعة جميلة. بص لما تشدها كده خلاص تمسك دي كده، وبعديها لما تزق دي كده تقوم راجعة زقها كده، يعني حاجة جميلة. وقلنا هنا الضايق طبعا ده سوستة صغيرة بتسنده عشان يدخل فيه في الفتحة بتاعته، اللي هو الفتحة بتاعت الدايل دي اللي هي المسمار دوت بيدخل هنا، فبيزق دي كده فبيدخل يدخل فيه. ميكانيزم بسيط جدا يا جماعة، ترس لترس لترس زي ما انت شايف. وهنا في ليفر تاني، ليفر يعني ايد كده او حابل كده صغير، وفي برضه فراغ هنا. احنا كان عملنا حلقة كبيرة بسيب اللينك بتاعها، في فراغ هنا، يبقى ده لما يتشد كده شوف حصل ايه، ده جه كده وفصل ده عن ده، فخلى ده يشتغل لوحده اهو، لوحده دور الايه، يظبط الساعة، عارف الساعة. ولما رجعناها كده اهو بقى يشتغل ازاي، يملى الساعة اهو. هنشوفها مع بعض. انا هبتدي املاها كده اهو، ابتدي ايه اهو من ورا يملى الساعة دي. بس حبيت ملاحظة بسيطة كده هقول لكم عليها. لما نعوز نفضي الساعة طبعا القوة بتاعتها هنفتحها كلها ان شاء الله في حلقة تانية. بنيجي هنا اهو زي ما انت شايف الليفر ده اللي هو ايه، هعمل ده اهو زي ما انت شايف، بتبعده وتبقى انت ماسك، لازم تبقى ماسك الايه الكراون ده. طيب سيبها كده ترجع لوحدك، ترجع وانت بايدك ماسكها، انت اللي بترجع وترجع اهو زي ما انت شايف. بس لغايه لما تبقى خلاص تطمن على الفضة، عشان متقدرش تفتح اي ساعه غير لما تطمن على الفضة خالص، الزنبرك فضى كل القوه بتاعته اهو. خلاص كده مفيش حاجه تاني خلاص. وقلنا ان الساعه ديت فيها طبعا قلنا عليها المسمار اللي موجود هنا اهو، وريها لكم كويس قوي في حلقه تانيه. في مسمار صغير قوي واقع جوه اهو، اللي انت شايفه ده مسمار واضح جدا. المسمار هنا هو ده الموقف العملية دي كلها. ما تحاولش يا جماعة تطلعه بالعافية أبدا، لأن ده ممكن يبوظ لك فلوس كتيرة، يبوظها خالص.
تحياتي لكم، وأرجو يا رب تكون الحلقة دي عجبتكم إن شاء الله، وأتمنى يا رب تشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة، ويا ريت حد عنده صفحة كويسة فيسبوك أو صفحة يوتيوب، يعني قناة على اليوتيوب ينشر الفيديوهات بتاعتنا بحيث الناس كلها تعرفها. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وأشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.